مين هو افضل لاعب بين كل هاللعيبه كان بالكلاسيكو يا جماعه؟ طبعا كل هاللعيبه مميزين كانوا، كل واحد طلع يلي بقلبه شخصيه بطل، بس مين هو اكثر لاعب لفت لك نظرك بالمباراه؟ طبعا مبابي شيله على جنب، لانه هيدا الانسان افضل لاعب بالعالم يا جماعه، هيدا الانسان افضل لاعب بالعالم ما شاء الله عنه، اخذ 8 مباريات رجل مباراه، شيله على جنب. مين يلي كان اكثر لاعب لافت لك نظرك وحسيته بالملعب مثل الجرافي دبابه ماشي يا معلم مش فارقه معه شيء؟ هي جود بلينغهام، فيه شيء من زيزو. شيء من زيزو رجع على الريال، رجعت الروح والشخصيه، يخرب بيته من شخصيه يا جماعه. دبابه جرافي بنص الملعب، رجع من الاصابه، كان مصاب هذيك السنه بكتفه، عم يلعب كل الموسم بكتف واحد، عمل عمليه، رجع باول كلاسيكو له من بعد العمليه وبعد الاصابه، حمل فريقه نص الملعب على كتافه الثاني، حمل فريقه نص الملعب على كتافه يا جماعه. يلي ما بيعرف بلينغهام مظبوط، اول موسم لما كان ما عنده مشاكل بالكتاف كان افضل لاعب بريال مدريد بالدوري الاسباني، وطلع ثالث افضل لاعب بالعالم بالكره الذهبيه. هذيك السنه كان باسوء احواله، كان من افضل 30 لاعب بالعالم، تخيل بكتف واحد كان من افضل 30 لاعب بالعالم. وهلا رجع وعمل العمايل ببرشلونه باول كلاسيكو له من بعد الاصابه، هدف وصنع هدف عالمي وقدم مباراه تاريخيه، وشكله مع الايام هيثبت لنا انه فيه شيء من زيزو. ما زالت لنا كلمة، ما زالت لنا قصة. شوف الأداء، شوف المهارة، شوف الجراءة، شوف النهاية.